هنتكلم النهاردة عن النجاح. ولو بحثنا عن سر النجاح المتعارف عليه هنلاقيه في بندين. البند الأول بالاجتهاد والعمل. اعمل اللي عليك وده السبب. يعني ايه السبب؟ السبب ان كل حاجة في الدنيا لازم يبقى لها سبب لوجودها. بعد كده سيب الأمر لربنا، يعني سيب الباقي على الله. وبمعنى تاني، لو جينا شرحنا معنى التوكل والتواكل هنلاقي ان التوكل انك بتعمل اللي عليك في اي امر، ان كان شغل او اي شيء انت عايزه، وبتترك باقي الامر ربنا، وده اسمه السبب. انما التواكل انك ما بتعملش اي حاجة وعايز اللي نفسك فيه يتحقق، وده صعب يعني، فانت كده بتتوكل على الله. اما البند التاني فهو رضا ربنا عليك، وده الاهم. فرضا ربنا ما بيجيش إلا بالهداية، والهداية برضو محتاجة اجتهاد وتقرب من الله بالعبادة وبالعمل الصالح والابتعاد عن المعاصي. في مقولة كده بتقول: من ابتعد عن الوسادة اقتربت منه السيادة، ومن لزم الرقاد حرم من المراد، ومن لزم النوم سبقه القوم، ومن ترك العمل تركه الأمل. فالقمة أساسها قم. ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم. يا أيها المدثر قم فأنذر. فلن تجد الهداية ملقاة على الأرض، ولن تجدها سلع بالأسواق للعرض. ربنا عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعمر قصير، وعليك بتحديد المصير، إما إلى جنة وإما إلى سعير. وربنا يهدينا جميعا ويحقق كل اللي بنتمناه كلنا يا رب. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق.